بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، وما رضا الله إلا برضا الوالدين. نلتقي مجددا في هذا الموعد النصف شهري الخاص بالحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19، وتخص الفترة الممتدة ما بين 22 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2020. فإلى حدود يوم أمس الاثنين 7 ديسمبر 2020 وصل عدد الحالات الإيجابية في العالم إلى 67 مليون حالة و493,598، أي بمعدل إصابة تراكمي يقارب 866 إصابة لكل 100,000 نسمة. أما عدد الوفيات المسجل عالميا لقد وصل إلى 1,543,629 حالة وفاة، أي بمعدل إماتة عالمي يناهز 2.3%، بينما استقرت نسبة الشفاء في 69.2%، حيث تشافى أكثر من 46,689,337 مصاب. وعرف المنحنى الوبائي الأسبوعي على المستوى العالمي انخفاضا طفيفا قارب 2%. فيما يخص الحالة الوبائية على مستوى القارات، فنلاحظ خلال الأسبوعين الفارطين تواصل ارتفاع مستوى الإصابة الأسبوعي في إفريقيا بنسبة 9.5%، وفي الأمريكيتين نسبة ارتفاع تناهز 11.7%، بينما واصلت القارة الأوروبية جني ثمار الإجراءات المشددة المتخذة منذ أواخر شهر أكتوبر إلى الآن، حيث سجل المنحنى الأسبوعي في أوروبا انخفاضا بناقص 9.5%. وفي شرق آسيا تواصل دول هذه المنطقة تصفية الأجواء الوبائية، حيث سجلت انخفاضا أسبوعيا بناقص 11%. فيما يخص منحنى الوفيات على المستوى العالمي دائما، فرغم انخفاض النسبة الأسبوعية للوفيات ب2.7، فلا زالت بعض القارات تسجل ارتفاع نسبة الوفيات، وبالخصوص الأمريكيتين، حيث سجل هذا المؤشر نسبة ارتفاع بزائد 19% في الولايات المتحدة الأمريكية. في بلادنا بلغ عدد الحالات الإيجابية المؤكدة إلى حدود يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 ما يعادل 381,128 حالة مؤكدة، وهذا الرقم يعطينا معدل إصابة تراكمي يقارب 1050 حالة لكل 100,000 نسمة. وكما تلاحظون فهذا المعدل الوطني يفوق بكثير المعدل العالمي الذي ذكرناه من قبل، والذي يناهز 866 حالة لكل 100,000 نسمة. فيما يخص الوفيات المسجلة، فلقد وصلت إلى 6,320 حالة وفاة مؤكدة رحمهم الله جميعا، وهذا ما يعطينا نسبة إماتة وطنية تقارب 1.7 مقارنة بنسبة عالمية تقدر ب2.3%. نسبة الشفاء المسجلة في بلادنا تتعدى 87.7 ولله الحمد، حيث أننا سجلنا تعافي 334,269 حالة. فيما يخص المؤشرات الوطنية الأخرى خلال الأسبوعين الأخيرين، فإننا نسجل الملاحظات التالية: أولا، تأكيد التحسن الملاحظ خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر. ثانيا، عدد الحالات الإيجابية المسجلة تعرف انخفاضا متواصلا للأسبوع الرابع على التوالي، وقدرت نسبة هذا الانخفاض بناقص 10.9%. هذا الانخفاض سجل في 9 جهات، وهي جهة فاس مكناس بنسبة ناقص 1%، جهة مراكش آسفي ناقص 5%، جهة زرعة فيلالت ناقص 22%، جهة الشرق بناقص 25%، جهة الرباط سلا القنيطرة ناقص 5%، جهة العيون الساقية الحمراء ناقص 2%، جهة الدار البيضاء سطات ناقص 14%، وجهة بني ملال
خنيفرة بزائد للأسف زائد 17%، وجهة سوس مسة بزائد 8%. موازاة مع ذلك يعرف مؤشر التكاثر والتوالد على الصعيد الوطني أو ما يسمى بالإير زيرو على الصعيد تحسنا بطيئا لكن متواصلا على مدى 4 أسابيع متتالية، حيث سجل انخفاضا طفيفا خلال الأسبوعين الأخيرين حيث مر من مستوى 0.99 إلى 0.92 يوم الأحد 6 ديسمبر الماضي. تجدر الإشارة إلى أن هذا التحسن هو ثمرة مجهودات وإجراءات متخذة ومحترمة من طرف المواطنين بنسبة كبيرة، ونأمل أن يتواصل هذا الاحترام هذه الإجراءات من طرف المواطنين حتى نحصل على مؤشر تكاثر أقل من 0.7 في الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله. فيما يخص منحنى الوفيات الأسبوعي، فلقد عرف هو الآخر انخفاضا على المستوى الوطني خلال الأسبوعين الأخيرين يقدر ب 3.6%، وشمل هذا الانخفاض 6 جهات وبنسب متفاوتة. لكن رغم هذا التحسن الطفيف في مستوى عدد الوفيات، يبقى شهر نوفمبر الماضي أكثر الأشهر الذي سجلنا فيه أعلى عدد من الوفيات 4575، أي بمعدل يومي يقارب 72 حالة وفاة يومية. فيما يخص تطور معدل الإصابة الأسبوعي لكل 100,000 نسمة، فهو الآخر عرف انخفاضا متواصلا خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث مر من معدل 100.6 إصابة لكل 100,000 نسمة في النصف الأول من نوفمبر إلى 71.8 إصابة لكل 100,000 نسمة خلال الأسبوع الأخير. فهذا كذلك مؤشر إيجابي نتمنى أن يتم تثمينه وتأكيده في الأيام والأسابيع القليلة القادمة. في محور عدد الفحوصات، فتفيد الأرقام المسجلة في المنظومة الوطنية للرصد والتصدي لجائحة كوفيد-19 أن المغرب قد أنجز والحمد لله أكثر من 4 ملايين تحليل مختبرية، وهذا ما يخول لبلادنا الرتبة الثانية قاريا والرتبة 36 عالميا. فيما يخص نسبة الإيجابية أو التو بوزيتيفيتي، فتسجل المنظومة الوطنية انخفاضا طفيفا في نسبة الإيجابية، حيث مررنا من نسبة 24% في النصف الأول من نوفمبر إلى نسبة 19% في نهاية الأسبوع الأخير. فيما يخص الأحداث التي طبعت الحالة الوبائية في بلادنا خلال الأسبوعين الأخيرين، نذكر ما يلي: أولا، استمرار وتأكيد تحسن الحالة الوبائية على مستوى الحالات الإيجابية، الحالات المتوفية، نسبة التكاثر والحالات الحرجة. ثانيا، استمرار وتواصل هذا التحسن للأسبوع الرابع على التوالي. ثالثا، القرار الحكومي بتمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي. رابعا، قرار حكومي أيضا يهم تمديد فرض حظر التنقل الليلي في 4 أقاليم في جهة الدار البيضاء سطات. خامسا، الاستمرار في التحضير لتنزيل في الأسابيع القليلة القادمة الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد جائحة كوفيد-19. وفي الختام وكالعادة لا بد من التذكير بضرورة احترام التعليمات والتدابير الوقائية التي ستحد من انتشار هذا الفيروس، وهي وضع الواقية أو الكمامة بصفة دائمة، التباعد الجسدي، نظافة اليدين وغسلهم باستمرار، تشغيل تطبيق وقايتنا. ولكم مني جزيل الشكر.